اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنصور النهارده مع بعض تمرين دراع كامله فيها الكتف والباي والتراي تبع نظام ارنولد سبليت. لو دورت في القناه تحت او في البلاي ليست هتلاقي مصورين البنش والظهر والرجل، بس ناقص الدراع. هنصورها النهارده وكده يبقى خلصنا نظام ارنولد سبليت، وهتلاقي متصور في البلاي ليست بوش بول ليج، وعندك برضو البرو سبليت. ويلا بينا نبدا على طول. اول شكل معانا في تمرينة النهارده هيبقى للكتف وهو الميلاتري بريس. بس قبل ما ابدا الشكل ده بالذات، عشان ده من اقوى اشكال الكتف، لازم اكون مسخن كويس جدا وعامل استرشاد كويس ومسخن على الاجهزه من اللي هلعب عليها النهارده. وفي حلقات كامله عن التسخين بالتفصيل هحط لك اللينك فوق هنا او في الديسكربشن تحت، ممكن تسمعها وتيجي تكمل معانا الفيديو ده. بس اوعى تبدا التمرين ده وانت مش مسخن كويس. قبل ما ابدا لازم اتاكد اني ماسك صح الاول. لازم يكون الايدين زي بعض بالظبط، ما ينفعش ايد تبقى اوسع او اضيق من الثانيه. بتظبط المسافه بحيث تخلي وانت نازل تكون زاويه كوعك هنا 90، ولا تبقى ضيقه قوي او واسعه قوي، تحاول تخليها 90. وانت نازل بقى حاول ما تنزلش تحت خالص كده، لا، اخرك مثلا تحت دقنك بحاجه بسيطه تطلع. وتخلي بالك من ظهرك يكون مفرود، ما يبقاش اوفر اكستنشن كده بتحمل جبد على القطنيه، لا، تقف مفرود عادي تطلع. والاشكال ده زي ما قلنا من الاشكال القويه والغلطه فيها بفوره، فلو هتكسر وزن او هتجرب وزن اول مره حاول يكون حد بيأمنك من ورا. وتاني شكل معانا في تمرينة النهارده هيبقى شكل البايسبس. هلعب في مكاني زي ما انا، هحط البار تحت وهلعب بالبار بايسبس كيرلز. بالنسبه للمسكه بقى حاول تخلي المسكه في نفس مستوى كتفك، يعني كده، ما ينفعش توسع قوي ولا تضيق قوي، نفس المستوى. تفرد كتفك وجسمك وضهرك مفرود تطلع. طبعا وانت بتلعب هنا حاول بلاش يبقى في مرجحه كتير، عشان تبقى مركز اكتر على عضله الباي وما تحملش على القطنيه. وتالت شكل معانا في تمرينة النهارده هيبقى للترايسبس. هلعب دبل كيبل بوش داون، هلعب دفع بالكابلات مع بعض. وانت بتلعب هنا اهم حاجه تحافظ على البالانس في ايدك الاتنين، يعني الايدين ينزلوا مع بعض ويطلعوا مع بعض. وطبعا الاداء يكون بطيء، ما تعتمدش على وزن عالي قوي، عشان في الشكل ده من الاشكال اللي تبقى صعبه شويه انك تزود فيها وزن. يعني حاول تبدا بوزن خفيف، كام بلاطه مثلا، وتنزل على مهلك وتطلع على مهلك. ورابع شكل معانا في تمرينة النهارده هلعب كيبل لاترال ريزز، هلعب كابلات للكتف الجانبي. الشكل ده واحد من احسن الاشكال الفعاله للكتف الجانبي، فركز معايا في الاداء بتاعه. طبعا زي ما بنقول في كل فيديو حاول اطلع بالكوع الاول قبل الساعد والريست، يعني كده مش كده. بص الفرق كده، بص دي الصح. بص بقى الغلط او معظم الناس بتعمل ايه، بتعمل كده. بص الكوع بيبقى تحت الريست، لا، تطلع كوعك هو اللي فوق. واهم حاجه تتحكم في العده السلبيه، يعني انت طلعت تمام وانت نازل تتحكم في الجهاز. بص ما تسيبش الجهاز ينزل منك كده، انت بتضيع فايده نص العده. استغل المقاومه او الريزيستنس اللي موجوده هنا في الكابلات عكس الدمبل مش موجوده هناك، فانت حاول تطلع تنزل على مهلك تتحكم في الجهاز. والشكل الخامس معانا في تمرينة النهارده هيبقى للبايسبس، هلعب كيبل كيرلز. اخد خطوه قدام بحيث يبقى كوعي ورا جسمي، والزاويه دي بتشغل اكتر في الباي اللونج هيد. زي ما قلنا في الشكل اللي فات حاول تتحكم في العده السلبيه وانت نازل، يعني انت طلعت تمام انزل بالراحه. استغل المقاومه اللي موجوده في الكابلات، ما تطلعش كده سيب الجهاز هو اللي يرجعك، بتضيع فايده نص العده بتاعتك. فانت اطلع وانزل على مهلك. وفي حاجه تاني، احنا قلنا بنخلي الكوع ورا الجسم. في ناس بقى بتعمل ايه وهي طالعه، تطلع بس بتعمل كده، بتحرك الكوع ورا وقدام. لا، خلي كوعك ثابت والدراع ثابت، الساعد بس هو اللي بيطلع. بص
كوعك ثابت طول الحركه. والشكل السادس معانا في تمرينة النهارده هيبقى للترايسبس. هلعب روب بوش داون. وانت نازل هنا حاول تستغل الفايده اللي موجوده في الحبل. ازاي؟ وانت نازل حاول تفتح بالحبل لبره كده وتعصر التراي. لكن انت لو بتلعب بمسطره مثلا هتبقى ثابته فبتنزل ثابت مش هتعرف تفتح لبره، فحاول تستغل هنا تفتح لبره سنه وتطلع. واخر شكل معانا في تمرينة النهارده هلعب تراي ست. هلعب 3 اشكال ورا بعض عشان ما ينفعش ننهي التمرينه دي باي حاجه وخلاص. هلعب شكل كتف بشكل باي وشكل تراي، والتلات اشكال هيبقوا ورا بعض. والتراي ست زي السوبر ست بس بدل ما بلعب شكلين هلعب 3 اشكال. اول شكل معايا هلعب الروب فيست بول للكتف الخلفي. خلصت الحبل للكتف الخلفي هخش على الشكل اللي بعده على طول، هيبقى دفع للترايسبس بالمسطره كيبل بوش داون. هخلص الشكل ده هخش بقى على الباي، هلعب بنفس المسطره بس من تحت للبايسبس. وده كان اخر شكل معانا في تمرينة النهارده، وخلصنا مع بعض تمرين الكتف والدراع وخدنا اشكال قويه جدا. وكده الحمد لله نكون خلصنا انظمه تمارين كتير هتلاقيها في البلاي ليست موجوده في القناه، زي البوش بول ليج، ارنولد سبليت، والبرو سبليت، والفرونت وباك. تقدروا تتفرجوا عليهم، ولو محتاجين اي حلقه او اي تمرين عن موضوع معين اكتبوه في الكومنتات ونجهزه ونصوره قريب. ما تنساش لو عاوز تجيب مكملاتك الغذائيه من مكان مضمون يبقى دكتور فيت ستور، وتقدروا تستخدموا كود دكتور فيت 5 ويبقى لكم خصم 5% على كل المنتجات بتاعتكم، ومتاح شحن لجميع المحافظات. ولو حابب تسال على انظمه برامج التدريب الاونلاين هتلاقي لينك التسجيل في الديسكريبشن، او ممكن تبعت لي مسج على اكونت الانستجرام وابعت لك كل التفاصيل. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيت. استنوا الحلقات الجايه.